شيخ، طبعا أنت الآن تلبس لباس جميل وتحمل آلة جميلة، وأمامنا كاميرا خاطبت من خلالها الكثير من المشاهدين في الوطن العربي ومن يتقنون اللغة العربية في دروس التي تبث عبر الشروق قبل الأذان. شيخ، ما هي أهم المواضيع، ما هي أهم الرسائل اللي ركزت عليها خلال 26 ولا 25 يوم مضى من الحلقات من برنامج لعلكم تتقون؟ على كل حال أبنائي قد تبعوا ذلك. أنت أشرت إلى جبتي. أريد أن أقول لك بأني أطلب من أبنائي أن يتبعوني في مقالي ولا يتبعوني في لباسي، لأن لباسي يشعر بأني ابن الماضي، وإن كنت لا ألبسه بهذا المعنى، وإنما ألمسه لأني أعتبر أن هذا لصيق وطنيتي، وأني كأني أحمل علم تونس عندما ألبس هذا اللباس، وقد التصق بي فلا أستطيع أن أتخلى عنه. لكن لو كنت في راحة من نفسي للبست لباسك يا ابني، لأن لباسك هذا هو لباس عصر، ولأن الإسلام لم يأتينا بلباس محدد، لكن قال لنا حافظوا على شخصيتكم في وطنكم، واللباس هو نتيجة تفاعلنا مع واقعنا. لا أستطيع أن ألبس هذا اللباس وأنا مكلف بقيادة دراجة نارية، لا أستطيع أبدا. ولو كنت بناء لا أنفقت من الجهد 3 مرات قدر ما ينفقه البناء العادي الذي يلبس لباس العمل العادي. ولذلك لا أقول لأبنائي، أقول لهم لا تغتروا باللباس ولا تجعلوا اللباس بغيتكم. إذا أتيحت لكم الفرصة في أن تلبسوا لباس وطنكم فهذا أمر عظيم جدا، لكن لباسكم هو لباس الذي يقتضيه عملكم، يقتضيه تنقلكم، يقتضيه شغلكم، إذا استوفى الشروط الشرعية التي هي ستر العورة وما إليها. نعم. أما عن سؤالك فيما يتعلق بالحلقات، فقد دارت حول الرغبة في تجديد الخطاب الديني، ولا يشعر الناس بأن الدين فيه شخص يملي وأناس يستمعون، وأن الإمام أو الخطيب أو المدرس أو الواعظ يجلد ظهور الناس ويسبهم ويشتمهم ويريد منهم أن يرتقوا مرتقا صعبا، وأنه يطلب منهم أن يكونوا مثاليين. افهموا يا أبنائي أن دينكم جاء للخطائين وجاء للمذنبين وجاء للعصاة وجاء للبشر جميعا، وأنه لا يطردكم من ساحته ولا يبعدكم عن حماه، وأننا بخطائنا وذنوبنا ومعاصينا مقبولون عند الله تعالى. المطلوب منا جهد، هو جهد ارتقاء، جهد تدارك، جهد نبذل من خلاله ما وسعنا من قوة لنصلح أنفسنا. الدين هو مراقبة دائمة، مراقبة مستمرة، محاولة أن نكون قادرين على مسك زمام أمورنا على المستوى الشخصي، على المستوى الجماعي. نحن نحتاج أن هذه الأمة التي نعتز بالانتماء إليها لا ينظر إليها على أنها أمة التخلف. ليش أنتم متخلفين يا ناس؟ لسنا متخلفين، نحن قادرون أن نصنع، أن نبني، أن نشيد، لكن أبنائنا الذين يجلسون في المقاهي لا يساعدوننا على ذلك. أبناؤنا الذين يقفون على الحيطان ليل نهار يتسامرون بحديث الناس ويتحدثون عن المارة والمار، هؤلاء لا يساعدون على ذلك. عالمنا الذي يتقوقع في بيته ولا يخرج للناس ليعرف مصالحهم ويحل مشاكلهم لا يساعدون على ذلك. حاكمنا الذي يعرض صفحا عن طلبات شعبه لا يساعدنا على ذلك. رجل الأعمال الذي له أموال كثيرة ولا يفتح أبواب لمساعدة أبناء وطنه على أن يشتغلوا ويعملوا لا يساعدنا على ذلك. وكل ذلك دين، والذي أدعوكم إليه أن يكون فهم الدين أوسع من الفهم الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. الدين هو ذلك المشعل الذي يحرك الأمة، الذي يجعل منكم سادة المستقبل يا أبنائي. يا شباب، بعد 20 سنة رئيس الجمهورية منكم، والوزير منكم، والوالي منكم، ورئيس الدرك منكم، والزبال منكم، والطبيب منكم، والصانع البسيط منكم، والفلاح في مزرعته منكم. ستكونون أنتم عماد بلدكم. تهيأوا أن تكونوا قادرين على ذلك. هذا دينكم. أن تصلوا فأفضل ليقبل الله منكم عملكم. نريد منكم أن تفهموا أن تكاليف الدين ليست تعنيتا ولا تعذيبا، وأن الإسلام لا يريد أن يلقيكم بسنة المهملات إذا أخطأتم. والذي يخرج من الخمارة هو ابني، وأنا أخذه تحت إبطي ليكون مساعدي في بناء أمته وبناء دولته وبناء شعبه، وأرجو منه أن يكون أقدر على مسك نفسه وإصلاحها. وأنت أيها الشاب الذي لم تقدر على صيام رمضان،
وتمردت على النص القرآني وقلت أنا مسلم من الإيمان في القلب، أقول لك نحن لا نطردك من كنف الله، ولن تستطيع أن تتفصى من مسؤوليتك حيال أمتك. ستبقى جزائريا، ستبقى مسلما، ستبقى تابعا للإسلام حتى ولو سببت الإسلام، ويأتي يوم تنتفع الأمة بجهدك لترتقي. هذا خطابي الذي أردته. جميل جدا. لا السلام عليكم، مش تحبك؟ لا جميل جدا. وصلت رسالتك، وانت اعطيت خلاصه شيخ لكل الحلقات التي مرت في شهر رمضان المبارك قبيل الاذان. مشاهدينا الاكارم على